حضر الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة حضور مراسم إحياء الذكرى السنوية 43 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وسط أجواء احتفالية وشعبية حاشدة من الجماهير التي حرصت على إحياء الذكرى الخالدة للرئيس الراحل. مصري وطني أصيل، انتماء لمصر وجيشه مش لأي بخيل. وقام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وأعرب الفريق أول السيسي خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل عن اعتزاز الشعب المصري وقواته المسلحة بما حققه الرئيس عبد الناصر لمصر من إنجازات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب الإفريقية والأسيوية في نضالها من أجل الاستقلال والسلام والحرية. وأكد أن ذكرى الزعيم عبد الناصر ستظل نموذجا يحتذى به للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم.